راجع بعد زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة للمرة التانية، وإعلامية شهيرة تكشف المستور والجمهور يقول مبروك. الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رجعوا تاني يتصدروا الترند، وبقى الناس كلها بتتكلم في سؤال واحد: هل الاتنين فعلا راجعين لبعض ولا كل الحكاية مجرد شائعات؟ الحكاية بدأت لما المتابعين لاحظوا حاجة غريبة جدا: صور لياسمين وصور لأم هشيمة في نفس الأماكن بالظبط، نفس الخلفيات ونفس الديكورات وحتى نفس الإضاءة. وساعتها السوشيال ميديا ولعت، وكل واحد فسر الموضوع بطريقته، لحد ما قررت الإعلامية مروة صبري تخرج وتسكت الجدل كله في برنامجها قعدة ستات. قالت إن في محاولات سرية جدا بين الطرفين علشان يرجعوا تاني، وأكدت إن عندها مصادر خاصة بتقول إن العلاقة بالفعل بتتصلح، وإن خلال شهرين ممكن نسمع خبر رجوع رسمي كزوجين. ومروة ما اكتفتش بكده، دي كمان طلبت من الناس يبطلوا تدخل ويبعدوا عن حياتهم، وقالت عينكم ما تجيبهمش الأرض تاني، سيبوا الاتنين في حالهم. وبالصدفة خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف كانت متوقعة نفس السيناريو، وقالت إن سنة 2026 ممكن تكون سنة رجوعهم وبداية جديدة مبنية على ثقة أكبر. ياسمين وأبو هشيمة اتجوزوا سنة 2020 وانفصلوا سنة 2022، ومن وقتها ناس كتير كانت عايزة تعرف سر الانفصال. مصدر مقرب من ياسمين قال إنها كانت عايزة ترجع للتمثيل بعد توقف دم سنتين، وغير إن موضوع الإنجاب كان عامل خلاف واضح بينهم. ومع إحساسها إنها مش بتحقق اللي نفسها فيه، قررت تطلب الطلاق وتبدأ من جديد. ولغاية هنا انتهى الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش اشتراك في قناة ترندات النجوم، وتعمل إعجاب للفيديو والشير مع أصحابك، واكتب لنا رأيك في التعليقات.